الضحك. اه ليه سموه الضحك؟ اه لان كل عضلات الجسم بترتخي، وهتستغرب لما اقول لك إيه اللي بيرتخي وايه اللي بيحصل رد فعل له. اه اول حاجه العضلات بتاعت الجسم، فبيبتدي يرتخي كما لو كان مبتسما. اوكي بيبتسم، العضلات ترتخي بتاعت الوجه، اوكي. يعني زي الضحك كده، فبيبتسم. الموت الضحك. ايه تاني بيرتخي؟ مم. من الحاجات برضو اللي هي ومسجله بحوادث، وعندي انا عينتها، فتحه الشرج، مم. لدرجه ان البراز بيخرج منها. مم. بيفقد السيطرة خلاص. هو فقد مخدر، اه خلاص. ذو تاثير مخدر، ثم سام مم. قاتل. مم. فبيخدروا الاول، بيخلي كل عضلاته في حاله ارتخاء، مش قادر لا يقوم يحرك رجله ولا يحرك ايديه ولا فبيبتدي العضلات كانه مبتسم، اوكي. ويبتدي يحمر من سكات، لا عارف يعلي صوته، الموت الصامت. مم. والعضلات كلها والبراز ينزل منه والبول ينزل منه، لانه مش قادر. الانقباضات اللي بتعملها العضلات الانقباضات الاراديه خلاص كلها فقد السيطرة بتتوقف. عليها اه، اه. وبتفقد. فعشان كده سموه الموت الضاحك، مم. والموت الاحمر، والموت الصامت. والحوادث دي بشكل عام بتبقى اكتر في الشتاء. غالبا مش هتحصل غير في الشتاء. اه. ليه؟ لان هو، تهوية مفيش. لان عدم التهويه ده بيكون ناجم عن ايه؟ مم. عن برد. يعني هو بيمنع الحراره، اه بس بيمنع عملها تجدد الغاز مفيش الاكسجين. هوا مفيش كذا فقافل. فانا مشغل بقى غاز مشغل بوتاجاز حاجات شبه كده. سخان، سخان ومفيش تهوية مناسبة. دفايه، ودفاية. وابور، مم. اي حاجه عربيه مم. في جوه جراج، اه موتوسيكل. هنتكلم عنها في قضية علشان الناس تستوعب بس خطورة حاجات كتير ممكن نعملها بشكل طبيعي ممكن تتسبب في حوادث.